السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي من صفحة 53 لصفحة 67. هنحل مع بعض 3-4 دروس مع بعض كده وتقييم الوحدة. نقول بسم الله، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا هنحل على طول. أول واحدة هنا هتقول له المتحف الكبير رؤية وطنية بتسعى للربط ربط الحاضر والماضي. هنا أول حاجة القيمة هتقول له العلم والمعرفة، وعندك التعاون والعمل الجماعي، دي قيمة ودي قيمة. طيب هتقول له هنا الدليل من النص مكتبة ضخمة متخصصة وعلم المصريات ومراكز الأبحاث. هنا هتقول له بيوفر فرص عمل في مجالات متعددة. هنا هتقول له أحرص على طلب العلم واستخدم المكتبة في البحث وتنمية معارفي. هنا هتقول له أشارك زملائي في أنشطة المدرسة والمشروعات الجماعية. بما يتميز المتحف المصري الكبير عن غيره من المتاحف، فطلب بيتميز بأنه متحف مخصص للحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، وبيعرض قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ. طيب بين القيمة الاقتصادية العظيمة للمتحف الكبير، هتقول المتحف قيمة اقتصادية عظيمة بيسهم في جذب ملايين السياح من أنحاء العالم، وبيوفر فرص عمل في مجالات كالسياحة والفنون والخدمات، وبيعزز الاقتصاد المصري. استعن بمصادر المعرفة وحدد سمات الحضارة المصرية العريقة. تقول أن الإنسان المصري القديم سابق الحضارات منذ فجر التاريخ، وقدم للبشرية حضارة عظيمة لا تزال تبهر العالم. دي صفحة 53. يلا بينا على صفحة 54. أول حاجة عندك هنا بيدعو رواده ليه، هتقول له هنا هتقول له لحضارتنا العظيمة والتعرف على آثار الأجداد وعظمة تاريخ مصر. هنا هتقول له بيقدم للأطفال برامج تعليمية بتعتمد على التفاعل البصري والسمعي والحسي ليترقبوا التراث ويفهموا عظمته. فسر العبارة المتحف المصري الكبير هنا تقول له مزاه مرآة لحضارة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ. هتقول له بيعد صورة حية لحضارة مصر العريقة، فهو بيجمع آثار الأجداد التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ منذ فجر الإنسانية، ليعرف الأجيال والعالم عظمة المصري القديم. الأولى عجبتني وهي المتحف الكبير صرح حضاري، والسبب هتقوله بتبرز قيمة المتحف في حفظ تاريخ أجدادنا العظماء. طيب التانية هتقوله ده دليل على مصداقية المتحدث، وهي بتضم المتحف الكبير وده أكتر من 100,000 قطعة أثرية، والدليل إن المجموع إن هذه المعلومة واقعية وموثوقة، وبتظهر دقة المتحدث في عرض الحقائق عن المتحف. السؤال هنا بيقول لك حط شويه اسئله، ضع كم سؤال هنا اهو. بيقول هتقول له هنا اول واحده هنا تاني سؤال هتقول له كم قطعه اثريه بالمتحف الكبير. هتقول له هنا صف لنا على اي شكل بني المتحف الكبير، ما الهدف في بناء المتحف الكبير، وهل له فوائد اقتصاديه بتعود على مصر. دي صفحه 54. يلا بينا يا شباب على صفحة 55. اكتب عن المتحف المصري الكبير مستعينا بالمعلومات. هتقول يعد المتحف المصري صرحا حضاريا فريد بيجمع بين الماضي العريق والمستقبل المشرق، فقد أنشئ ليضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية بتمثل تاريخ مصر منذ أقدم العصور، وفي مقدمتها كنوز الملك توت عنخ آمون. وبيقدم المتحف للأطفال برامج تعليمية هتقول له هنا ممتعة بتعتمد على التفاعل البصري والسمعي والحسي، ليقتربوا من حضارتهم بفهم وحب. كما يحتوي على مكتبة ضخمة متخصصة في علم المصريات ومراكز وأبحاث بتتيح للعلماء والباحثين خدمة التراث. إنه حقا مرآة لحضارة عظيمة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ. هنا يا بطل الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية في ضوء ما استمعت إليه، هتقول له بناء مدينة حديثة متطورة بتواكب متطلبات المستقبل وتخفيف الازدحام عن القاهرة وتحقيق التنمية الشاملة في مصر وفقا للتقارير. أهم المعالم اللي في العاصمة الجديدة هتقول له الحي الحكومي، مجلس النواب، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، مدينة الثقافة والفنون، أطول برج في أفريقيا اللي هو البرج الأيقوني. هنا هتقول له مصر بتصنع المستقبل بإنشاء عاصمتها الإدارية الجديدة. هنا هتقول له الانبهار، هتقول له هنا بسبب التكدس اليومي، وستصبح العاصمة الإدارية مخففا عن القاهرة في الزحام. دي صفحة 55. يلا بينا حبايبي على صفحة 58. تدريبات الدرس الثاني بقى، أشياء صنعت مني كاتبا. أول حاجة هتقول له المخفية أحق ساعدتها، أعانتها يعني ساعدتها. طيب الفكرة الرئيسية الإيمان بالتشجيع والمثابرة والرغبة طريق النجاح. الفكرة الفرعية التشجيع والثقة بالنفس بيساعدان على النجاح والمثابرة. هنا هتقول له الرغبة في العمل والإعداد الجيد والاجتهاد سبيل النجاح.
الفكرة الثالثة تأثير كلمات التشجيع من الأستاذ في حب الكتابة. هنا هتقول له خطأ، صح صح خطأ. طبعا هنا هتقول له اجتهد وأثابر. هنا هتقول له لم يكتفي بل جعلها عمل دائم مدى الحياة. ما أقدر هذا أن يكون كاتبا من قائل العبارة. هتقول له الإمام محمد عبده، والموقف اللي قيلت فيه عند تقول له هو بيصحح بقى الكراسات وهو صغير كده للعقاد. تقول له عندما اطلع على كراسات العقاد، وقيل عندما كتب العقاد موضوع تعبير أثناء دراسته فأعجبه وقال يستحق أن يكون كاتبا في المستقبل، يعني كان شايف إن هو ما شاء الله عليه مبدع. علل كان كبار الزوار للمدرسة أكثر عددا وأعظم شأنا من كبار زوار المدارس في مصر كلها. ليه؟ هتقوله لأن أسوان كان يقصدها كثير من كبار الزائرين من المصريين وغير المصريين في الشتاء، فكانوا أكثر عددا. للمعلم دور مهم في تشجيع طلابه، ووضح ذلك. هتقوله التشجيع بينمي الموهبة لدى الطالب كما فعل الإمام محمد عبده مع العقاد. مستعينا بما درست في مادة الدراسات، اذكر السبب ليه أسوان قبلة العظماء والكبراء في جميع الأرجاء في موسم الشتاء. هتقولوا لأنها بتتميز بالمناخ الدافئ الجميل في هذا الفصل، وأنها مدينة سياحية بتقع على ضفاف النيل وبتضم آثار فرعونية عظيمة، لذلك فهي مزار مهم للعلماء والعظماء من داخل وخارج مصر بيأتوا للاستمتاع بجوه. دي صفحة 58. تعالى حبايبي كده صفحة 59. هنا هتقول له شأنا كبير، هتقول له كبراء وكبار. هنا هتقول له الدور ايه؟ هتقول له التحفيز، بيشجع الطالب او الشخص على نمو الموهبة حتى حيث شجعها. هتقول له زي مين كده؟ هتقول له اطلع الأستاذ الإمام محمد عبده على إحدى كراسات فقال ما أقدر أن يكون هذا كاتبا. دي إجابة السؤال رقم ب تكملتها. هتقول له هوايتي المفضلة حب القراءة والكتابة لأنها بتنمي فكري وبتزيد ثقافتي، وأحب ممارسة الرياضة لأنها بتمنحني القوة والنشاط، وأهوى الرسم لأنه بيساعدني على التعبير عن مشاعري وأفكاري بطريقة جميلة. طيب هنا هتقول له موقفي، هتقول له أوافق عليه، وهنا أوافق عليه. ليه؟ هتقول له لأن القراءة بتنمي الفكر وبتكسب المهارات وبتطور الأسلوب. هنا هتقول له استغلال الظروف بيساعد على تحقيق النجاح. دي صفحة 59. يلا بينا حبايبي على صفحة 60. صفحة 60 هتقول له كان لمعلم اللغة العربية الفضل في حب العقاد للكتابة. هنا هتقول له لأن هذا التعبير يبرز أثر المعلم في اكتشاف مواهب طلابه وتشجيعهم تشجيع بسيط ممكن أن يغير حياة الطالب ويقوده إلى النجاح والتميز. هنا هتقول له الكتب التي ألفها عباس محمود العقاد. هتقول له يعد عباس محمود العقاد من أعظم كتاب القرن العشرين، تميز بقوة فكر وترك بصمة واضحة في الأدب العربي، وألف العقاد أكثر من 100 كتاب في مجالات متعددة، من أشهرها العبقريات التي تتناول فيها شخصيات إسلامية عظيمة مثل محمد وعلي وعمر. وكتب في الفلسفة كتاب الله، وفي الدين التفكير فريضة إسلامية، وله أيضا كتب في السيرة الذاتية. الخاتمة بقى هتقول له قدم العقاد إرثا فكريا غنيا، وما زالت كتبه مرجعا مهما لكل باحث وقارئ مهتم بالأدب والفكر. دي صفحة 60 يا شباب. يلا بينا على صفحة 61. صفحة 61 هتقول له هنا بيقول لك استخرج لكل الأساليب الإنشائية. هتقول له هنا أيها الطالب أسلوب إنشائي نداء، ألا تطمحون أسلوب استفهام، ألا تسعون أسلوب استفهام، اجتهدوا أسلوب أمر، احرسوا أمر، احفظوا أمر، لا تتهاونوا نهي، لا تتراجعوا نهي، كونوا قدوة أمر، واجعلوا من نجاحكم أمر. هنا يا حبايبي الغرض كل واحد اللي هو جذب انتباه السامع وإثارة ذهنه وتشويقه. حدد الأساليب الخبرية. هتقول له فالعلم لا يؤتى ثمره إلا لمن جد واجتهد، وده غرضه التقرير. ودي صفحة 61. طيب صفحة 68 هنا هتقول له ايه؟ هتقول له نادر، هنا هتقول له حقيقية، هنا هتقول له نسخ، هنا هتقول له تختار مميزات الشخص الناجح وخصائصه. رقم ب وجيم اهي في القطعة. بص رقم ب اهو، لكل إنسان شخصية مميزة بتميزه عن غيره لحد كلمة أسلوب. رقم جيم فتقليد الآخرين بيبعد الإنسان عن حقيقته ويمنعه من الإبداع والنجاح الحقيقي. دي صفحة 68. صفحة 69 هنا هتقول له تعلمت ان لكل انسان شخصية مميزة بتميزه عن غيره، يجب على كل فرد ان هو يعتز بنفسه ويثق في امكانياته. هنا هتقول له يحقق طموحاته باسلوبه الخاص. هتقول له ان هو يفتخر بما لدينا من مواهب وضمان بما لدينا من مواهب وصفات. طيب هنا الاعراب دافعان. هتقول له خبر ان مرفوع بالالف لانه مثنى،
تسمو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه سبق بأداة من أدوات نصب الفعل المضارع اللي هم كام يا حبايبي؟ 5: آن، لن، كي، حتى، لام التعليل. كتابته اسم أن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هنا الفكر مضاف إليه مجرور على مجري الكسرة. جمع مذكر سالم هتقول له قارئي، وهتقول له هنا الياء علامة إعرابه الياء. فعل سالم هتقول له يرسم. فعل مضاعف يحس. فعل مهموز يؤمن من أمنة. مجرد وآخر مزيد هتقول له رسم، والمزيد هتقول له يتطلع. فعل لازم تقول له يؤمن، والمتعدي هتقول له يرسم. بين نوع الأفعال التالية: أرغب، حفزتني، صنعت، يظن، يبدأ. أرغب ده فعل صحيح سالم، حفزتني فعل صحيح، صنعت فعل صحيح، يظن صحيح مضاعف، يبدأ فعل صحيح مهموس. هنا هتقول له لأنها ساكنة وما قبلها مضموم. السيرة التعبير الكتابي يا شباب أنا كتبته لك ورا أهو. السيرة الغيرية عن عباس محمود العقاد. هتقول له ولد الأديب الكبير عباس محمود العقاد في مدينة أسوان أهو. أسرة متواضعة محبة للعلم، ومنذ صغره أظهر ذكاء لمعا وشغفا بالقراءة، فكان بيطلع كل ما تقع عليه يده من كتب رغم قلة الموارد. وواجه العقاد تحديات كتيرة في حياته إذا لم يكمل تعليمه النظامي، لكنه اعتمد على نفسه في التعلم، حيث أصبح من كبار الأدباء والمفكرين في العالم العربي. وقدم العقاد إنجازات كبيرة أو عظيمة. كتب عشرات المؤلفات في الأدب والفكر والسيرة، منها عبقرية محمد وعبقرية عمر. وكان العقاد تأثير كبير في الأدب العربي، إذ أسهم في تجديد الفكر والنقد، وغرس في الشباب روح البحث والاستقلال. ولقد علمتنا سيرة العقاد أن الإصرار على التعلم والعمل بيصنع النجاح مهما كانت الظروف. صفحة 63 يا حبايبي بيقول لك هنا الفعل الصحيح. أنواع الفعل الصحيح هتقول له تصنع، وده فعل صحيح سالم والأصل صنع. تتحقق هتقول له هنا الأصل حقق وده صحيح مضاعف. يعتز هتقول له من عز وده فعل صحيح مضاعف ثلاثي. يحتقر من حقر وده فعل صحيح سالم. ينتظر من نظر وده صحيح سالم. يأمل من أمل وده فعل صحيح مهموس ثلاثي. تتحقق من حقق وده صحيح مضاعف. هنا حبايبي ضع خط تحت الفعل السالم في الجمل. هتقول له هنا مفيش، هنا مفيش. هنا هتقول له يحرص من حرصة وده صحيح سالم. ضع خط تحت الفعل المضاعف. هتقول له يمد والأصل مادة وده صحيح مضاعف. تدق والأصل دقة وده صحيح مضاعف. أصر والأصل صر وده صحيح مضاعف. زقزقة من من زقة وده مضاعف رباعي. أحسنوا من أحسن، وكلوا من أكل، وأع من أعن، وتبدأ من بدأ، وأسر من أسر، وأمال من أمل. خذ من القراءة عبرة ونفع. الفعل السالم تقول له أخذ وده صحيح مهموس. هنا هتقول له اغتنم هتقول له خطأ ده أصله غنم وده صحيح سالم. يستحق الاحترام من يصدق مع نفسه. الفعل يستحق مضاعف صح. هنا فعل مهموز الأول هتقول له أكل، أخذ، أمر. مهموز وسط سأل. فعل سالم مزيد بحرفين. انطلق الأصل طلق. الأصل هنا طلق والزيادة الألف والنون والوزن انفعل. دي صفحة 63. 64 هتقول له هنا الواو. هنا هتقول له ساكنة بعد ضم. هنا هتقول له مضموم. هنا الهمزة. هنا الواو. هنا مضموم. دي صفحة 64. صفحة 67 بقى. صفحة 67 يا حبايبي مصطفى صادق الرافعي. طيب السيرة الغيرية هي سرد لحياة شخص آخر من الشخص المذكور. هتقول له ولد، بتتكلم عن مصطفى صادق الرافعي. وهتقول له ولد في مصطفى صادق الرافعي في سنة 1880 بمصر، الأبوين سوريين، وعاش في بيئة علم ودين. طيب هنا أنشأ مخطط. هتقول له أنشأ النشأة. هتقول له هنا نشأ وولد في عام 1880 بمصر، الأبوين سوريين. الطفولة هتقول له تأثر بروح الدين والأدب من والده القاضي الشرعي. دراسته التحق بالمدرسة الابتدائية ونجح فيها، ثم أصيب بالصمم. عمله أصبح عالما وأديبا وشاعرا مشهورا، وخلد أثره بكتبه ومؤلفاته. هل ذكرت التفاصيل؟ تقول له نعم. بدأت بنشأته ثم طفولته ثم دراسته ثم عمله وإنجازاته. عناصر السيرة الغيرية مقدمة. هتقول له تبدأ من قوله الإرادة لا تعرف المعوقات. طيب هنا بيقول لك تحدث تحديات وإنجازات. هتقول له هنا أصيب بالصمم حتى تفوق في مجالات الأدب والعلم والشعر، وشهد له كبار العلماء. طيب بالنسبة للخاتمة هنا هتقول له شهد له كبار العلماء والأدباء. طيب أنا عندي هنا المقدمة اللي هي النشأة. هتقول له هنا ولد مصطفى صادق الرافعي عام 1880. ايه رأيك في عنوان السيرة الغيرية وهل يجذب انتباه؟ هتقول له انها معجزة الأدب العربي. عنوان جميل وجذاب بيلفت انتباه القارئ لأنه بيبرز تميز الرافعي في الأدب. هنا حبايبي بيقول لك هنا صمم أو حقق المراد كتابته في السيرة الغيرية.
اكتب المقدمة اللي هتعطي نبذة عامة عن الشخص المعنى. انا هكتب لك السيرة الغيرية اهي، هنتكلم عن محمد صلاح دلوقتي. هقول محمد صلاح نجم مصر تألق في سماء الكرة العالمية، واستطاع أن يحقق حلمه رغم الصعوبات الكبيرة اللي واجهها، وأصبح رمز للعزيمة والإصرار. اكتب خاتمة، هتقوله إن قصة حياة محمد صلاح هتقول له هنا تعلمنا ان النجاح لا يأتي صدفة، بل يحتاج لجهد وصبر وتحدي لكل العقبات، فهو مثال يحتذى به. دي صفحة 67. يلا بينا نكتب السيرة الغيرية اهي. معلومات الشخصية، تقول له ولد محمد صلاح في قرية نجريج بمحافظة الغربية عام 1992. طفولته كان بيحب كرة القدم منذ صغره، وكان يلعب في شوارع قريته. تحدياته، واجه الكثير من الصعوبات للوصول لحلمه من السفر اليومي الطويل. طب إنجازاته، لعب في أندية عالمية مثل روما وليفربول، وفاز بجائزة أفضل لاعب عام 2018. تأثيره، أصبح قدوة للشباب في الإصرار والعمل الجاد، ومثال للمثابرة والتواضع. وبكده حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب. مع السلامة.